لو لسه بتلاقوا الملابس بتاعتكم ما بتتفردش بشكل كويس وبتفضل مكسره بعد ما بتكوها، في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سهله جدا هتخلي الملابس تتفرد معاكم بكل سهوله. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. الموضوع بيكون بسيط جدا، بنجيب ورق حراري وبنفرده على طاولة المكوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان الفكرة دي غير انها هتساعدك في كوي الملابس انها تتفرد معاك بسهولة، كمان هتحافظ لك على ترابيزة المكوى سواء كانت حديد او خشب من وصول البخار ليها. بعد كده بقى بنجيب مفرش المكوى وبنحطه على المكوى بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وبالنسبة للناس اللي بتدخل تسألنا على مفارش ترابيزات المكوى، الحمد لله وفرت منه كمية كبيرة. الخامة قماش حراري تركي، ودي نفس الخامة اللي بستخدمها في المكاوي بتاعت المغاسل عندي. يجي معاه حبل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وده عشان نعرف نظبطه على اي حجم ترابيزه مكوى. وده سعر القطعه بيكون 140 جنيه، وسعر القطعتين 250 جنيه بدل 280 جنيه، وكمان الشحن مجاني. متاح شحن لاي مكان في مصر، ولو عايز تطلبه هسيب لك رقم الواتساب في اول كومنت تحت. ميزه المفرش ده انه بيحتفظ بدرجه الحراره، وده بيخلي الملابس هتتفرد معاك بكل سهوله. كمان بيستحمل اعلى درجه حراره المكوى،